هذا اللي تشوفه قدامك مو قارب عادي، هذا قارب مخدرات. سفينة تمويه سرية تنقل الكوكايين من أعماق أمريكا الجنوبية إلى شواطئ الولايات المتحدة، وأحياناً توصل حمولتها لحد أوروبا. على مدى 10 سنوات اعترضت السلطات أكثر من 200 سفينة تهريب من هالنوع، لكن الحقيقة المرعبة إن فيه عشرات أو حتى مئات من هالسفن المموهة تبحر الآن في صمت عبر المحيطات، ما حد يعرف عنها شيء. في هالفيديو راح نغوص سوا داخل عالم مظلم وسري جدا، ونستعرض 4 نماذج مختلفة من قوارب التهريب، من التصاميم البدائية إلى قوارب أشبه بغواصات متطورة تعبر المحيطات بدون ما أحد يشعر فيها. كيف تشتغل؟ كيف تبقى خارج الرادار؟ وكيف تحاول خفر السواحل إنها توقفها؟ خليك معي. في آلاف الطرق لتهريب الكوكايين إلى الأسواق المربحة في أمريكا وأوروبا، والسلطات مهما صادرت لسه تخسر معركة يومية ضد مافياك التهريب. لعبة القط والفار تخلي الكارتلات تبتكر باستمرار، كل يوم في خطة جديدة، وكل خطة أغرب من اللي قبلها. نبدأ من البداية. أول قوارب التهريب كانت بسيطة، تقطع مسافات قصيرة فقط، لكن مع الوقت ظهرت تصميمات معقدة جدا، وهنا نشأت صناعة كاملة في الظل. اسم تردد كثير في هذا العالم، أوسكار مورينو ريكاردو، يسمونه ملك القوارب شبه الغاطسة. في وسط الأدغال الكولومبية وبعيد جدا عن أي أعين مراقبة، عند ضفاف نهر منعزل، شغال في حوض سري لبناء القوارب. هنا تبني الكارتلات غواصات صغيرة لنقل أطنان من الكوكايين عبر المحيطات لمسافات توصل لآلاف الكيلومترات. هالقوارب ما نشوفها كثير، لكن لما تنكشف ناخذ لمحة مثيرة عن عالمهم المظلم. خلونا نبدأ بأول نموذج، قارب شبه غاطس بطول 14 متر. ما هو غواصة كاملة، لكنه أقرب شيء إلها. الجزء الأكبر من جسم القارب تحت سطح الماء، أما الجزء الظاهر لونه نفس لون البحر، منخفض جدا لدرجة أنه يختفي حتى من الرادار. في الداخل 5 رجال قاعدين في صمت تام، فقط صوت المحرك يدق في أعماق الهيكل، ويدفع القارب بسرعة تقارب 16 كيلومتر في الساعة عبر مياه المحيط الهادئ. القارب مقسوم إلى 3 أقسام. في المنتصف الكابينة، ضيقة خانقة، فيها أسرة صغيرة وأعلى منها فتح الدخول. خلف الكابينة فيها المحرك الكبير يعج في جدران الألياف الزجاجية الرقيقة. أما في المقدمة فالمخزن محشو ب7.7 طن من الكوكايين. السفينة ثقيلة، قابعة عميقا تحت الماء، لكنها كنز عائم للكارتيل. القيمة أكثر من 200 مليون دولار إذا وصلت. لكن طيارة مراقبة أمريكية تكتشفهم من الجو وتبلغ خفر السواحل فوراً. السفينة تعبر مياه دولية، لكن الدوريات البحرية والهليكوبتر تقطع عليهم الطريق. فجأة رجال القانون يهبطون على السطح، يطرقون الباب ويقيدون المهربين ويصادرون الحمولة. لو تأخروا شوي كان الطاقم فتح صمام الطوارئ وغرق القارب بكل أدلته في أعماق البحر. بس هذه كانت رحلة قصيرة نسبياً. في آخرين يسوون رحلات تمتد عبر النصف الكرة الأرضية. خلونا ننتقل الآن إلى نموذج ثاني، نفس الأدغال، لكن هذه المرة من نهر الأمازون في البرازيل. قارب شبه غاطس جديد بطول أكثر من 20 متر اسمه الرمزي تشي. الطاقم 3 رجال، القائد أوغستين ألفاريز، ملاكم سابق من إسبانيا، ومعه رجلين من الإكوادور. خطتهم عبور المحيط الأطلسي من الأمازون إلى أوروبا بدون GPS، فقط ببوصلة. سرعتهم 19 كيلومتر في الساعة، المسافة أكثر من 6000 كيلومتر. المدة المتوقعة أسبوعين، لكن الرحلة استمرت 27 يوم بسبب العواصف والتأخير. القارب فيه 3 أقسام، ونصه ممتلئ بوقود 20,000 لتر. لا أسرة، لا حمام. الحمام أكياس بلاستيكية. الأكل علب سردين، رز وقطع طاقة. واحد يجلس والباقي ينامون بالتناوب. واجهوا 3 عواصف ضخمة وكادوا يصطدموا بسفينة شحن، لكنهم وصلوا.
وفي اللحظة الحاسمة الوقود خلص، وحاول ألفاريز الاتصال بمعارفه في فيغو بإسبانيا للمساعدة، لكن ما قدروا يوصلوا له. اضطروا يغرقوا القارب قرب سواحل غاليسيا الإسبانية. لكن الأمور ما خلصت. مركز المراقبة البحرية الأوروبي أعلم الشرطة الإسبانية، استخدموا كاميرات ليلية وراقبوا الموقع بدقة. 2 من الطاقم انمسكوا فوراً، أما ألفاريز اختفى 5 أيام داخل بيت مهجور قبل ما ينقبض عليه. الشرطة غرقت الغواصة وصادرت 3 أطنان كوكايين بقيمة 100 مليون دولار. كل مرة تنكشف غواصة الكارتيل يخسر ملايين، وهذا يدفعهم كل مرة يصمموا قوارب أكثر تطوراً. النموذج الثالث مختلف تماماً. غواصة حقيقية تقريباً بطول 24 متر، شكلها أسطواني، وفيها فقط أنبوب سنوركل ظاهر من فوق سطح البحر يبرد المحرك ويوصل هواء للطاقم. مصنوعة من ألياف زجاجية مش فولاذ، ومزودة بكاميرات تحت الماء، وفيها خزانات توازن لتهبط عند الحاجة. الداخلية أريح شوي، فيها مغسلة، مرحاض بدائي، وحتى مقاعد بسيطة، وتقدر تحمل حتى 8 أطنان كوكايين لمسافات بعيدة جدا. السفن هذه صعبة تنكشف حتى من الطائرات، تبنى في ورش سرية داخل الأدغال بعيد عن أي أدوات صناعية حديثة، يصممها حرفيون بارعون جدا رغم محدودية الموارد. أما الآن ننتقل إلى النموذج الرابع والأكثر جنوناً. في نوفمبر 2020 اكتشفت السلطات الكولومبية غواصة فورية في الأدغال طولها 12 متر، وبتعمل كلياً بالكهرباء، لا ديزل ولا وقود، مزودة ب10 أطنان بطاريات بتغذي محركين كهربائيين قويين. سعر الإنتاج حوالي 1.5 مليون دولار. تقدر تقطع 60 كيلومتر فقط بسرعة 5 كيلومتر في الساعة، والبطارية بتدوم 12 ساعة. بس هذا جزء من الخطة. فيها خطاف سحب تتعلق بسفينة شحن كبيرة وتسحب بصمت، ولما يقتربوا من وجهتهم ينفصل القارب ويكمل المهمة بصمت. هذا النوع لم يتم رصده أبداً أثناء الاستخدام، فقط نسخة واحدة تم العثور عليها، لكن من شبه المؤكد أن هناك المزيد منها الآن في أعماق المحيطات. هذه الغواصة تثبت أن المهربين يتطوروا بسرعة ويبتكروا طرق متقدمة بشكل مذهل للوصول إلى الأسواق الغنية بالمخدرات. وبعد كل رحلة القارب يغرق في قاع البحر لأنه سفينة تستخدم مرة واحدة فقط. في عام 2022 ألقي القبض على أوسكار مورينو ريكاردو بعد 10 سنوات من المطاردة. ملك الغواصات انتهى، لكن بكل تأكيد شخص آخر الآن يعمل في مكان ما في قلب الأدغال على الجيل القادم من قوارب التهريب، قوارب أكثر تطوراً ومهارات تهريب أكثر جرأة، واللعبة لا تزال مستمرة. اشترك في القناة واضغط لايك إذا حبيت الفيديو، وشاركنا رأيك في التعليقات. هل تعتقد أن السلطات قادرة فعلاً على إيقاف هذه السفن، ولا السباق محسوم لصالح الكارتلات؟ نشوفكم في الفيديو الجاي.